ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محبي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة طبعا بنتكلم في موضوع غاية في الأهمية تزامنا مع بداية الدوري العام. احنا كل موسم بنبدأ لازم بيظهر لنا مجموعة تشكك وتهاجم وتنتقد النادي الأهلي، وممكن يصل حد الانتقادات إلى اتحاد الكورة لدرجة إن هم بيوهموا نفسهم قبل البطولة ما تبدأ بإن الأهلي مساند من الاتحاد المصري لكرة القدم. ليه أنا بقول الكلام ده في الوقت ده؟ إحنا كنادي الحمد لله معانا مجلس إدارة محترم، قدر يجمع اسكواد كويس، قدر يتعاقد مع مدير فني محترم له رؤية وله فكر وله طموح مع النادي الأهلي. فإحنا كان لازم النهاردة نتكلم، وهتكلم عن إنسان يعني أنا من طبيعتي ما بحبش أهاجم أو إن أنا أغلط في حد، ولكن إحنا هنرد. يعني مش معنى إن إحنا هنسكت على يعني هؤلاء المرتزقة، لازم نرد، وده أقل حقوقنا إن إحنا نرد ونوعي الناس. طب أنت النهارده لو حضرتك متابع لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والناس اجتمعت وعملت قرعة علنية فيها 21 نادي. تخيل حضرتك يا مؤمن 21 نادي وكلهم حضروا، سواء بقى بصفة رئيس مجلس إدارة أو أحد المختصين من المندوبين عن النادي حضروا الاجتماع. والحمد لله تمت القرعة وتم تحديد 21 أسبوع. حاجة جميلة جدا وقرعة علنية وحاجة محترمة جدا، إلى أن يظهر علينا القزم بطريقة غريبة وعجيبة بينتقد اتحاد الكرة ان يعني في السابق كان الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه، فدلوقتي كهرباء الاسماعيليه صعد للدوري الممتاز، فبعد ما كان فريق واحد بقوا فريقين. هو يا سيدي الفاضل، يا ايها القزم الجميل، يا ايها القزم الفذ صاحب العقليه الغندوريه، يا من تمتلك صفة هزاز الرؤوس، ذنب الأهلي إيه إنه ما بيلعبش في الإسماعيلية؟ ذنب اتحاد الكرة إيه إنه ما بيلعبش في الإسماعيلية؟ الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية. دي بترجع للجهات الأمنية، هي اللي بتقرر وهي اللي بتحدد. ما ذنب الأهلي في ذلك؟ طب ما الأهلي خد قبل كده ياما خد بطولات وهو كان بيلعب في الاسماعيليه. انا افتكر له ماتش 6-0 في قلب الاسماعيليه، وماتشات كتير وماتشات كتير الاهلي قدر يتفوق على نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه. انتوا يا جماعه بتتكلموا في ايه؟ وبعدين يا اخ خالد، يعني بالله عليك اما تكون راجل اعلامي وراجل محترم والناس قبلتك والناس بدات تسمعك، انت راجل ما خدتش كليه حقوق، انت ما اخدتش كليه الحقوق، دي بياناتك قدامي اهي، انا مش بقول من دماغي. انت راجل النهارده يعني صفتك عند جمهور الزمالك وجماهير الرياضه في مصر انت احد هزاز الرؤوس. انت النهارده ما فيش رئيس نادي في الدنيا عمل مداخلات واهانك على الهوا، محدش يقبل على نفسه انه يتهان. انت قبلت على نفسك انك تتهان، وفي الاخر اترميت بره النادي خالص، مالكش مكان، لان انت حجمك قد كده في النادي. انت جاي النهارده تصدر للجمهور ايه كهرباء الاسماعيليه وايه الاسماعيلي، مع احترامي لهم طبعا، انديه محترمه وانديه كلنا بنكن لها كل الاحترام، ومجالس ادارات مهذبه وبتحترم جماهيرها. يعني ايه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ ما تروح بقى قدم طلب للجهات الامنيه واستفسر منهم ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه. طب ما انت نادي الزمالك ما بيروحش الاسماعيليه، هو على الاهلي بس؟ ما انت كمان ما بتروحش الاسماعيليه كنادي الزمالك. وبعدين انت لو رحت
انت النهارده صدرت ازمه في السابق للجمهور، والحمد لله جمهور نادي الاسماعيلي بدا يفوق ويفهم ان النادي الاهلي ما بيشتغلش لمصلحته بس، مصلحته اولا، ولكن لا ضرر للاخرين. انت طول الوقت وطول السنين اللي فاتت عمال تصدر نغمه احنا ولاد العم احنا ولاد العم، واما جينا في اصعب المواقف تخليت عن ولاد العم. هي دي مبادئكم وهو ده وضعكم. انما يا كابتن خالد احنا بنبدا صفحه جديده وبدايه دوري عام. انت عايز تنافس وتبقى البطل، اشتغل على نفسك ومالكش علاقه بالنادي الاهلي. احنا من النهارده هنقف خلف النادي الاهلي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ان يقف في مصلحه النادي الاهلي، سواء ابن من ابناء النادي الاهلي او ابن من ابناء نادي الزمالك او بيشتغل في الاعلام او راجل بيقبض. انا لسه في حلقات جايه وهتكلم عن رضا عبعال وهتكلم عن اسلام الكذوب، وللاسف هو ليس صادق، فهو ليس اسم على مسمى، فهو اسلام الغير صادق، اسلام الكذوب، وده وقته لسه جاي معايا. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم، وان شاء الله تابعوني في حلقات قادمه ساخنه لكل من يتطاول على النادي الاهلي، زعيم مصر وزعيم افريقيا واللي مشرفنا في كاس العالم للانديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.